سر غريب في القرآن يكشف على لسان النبي إبراهيم عليه السلام. 4 آيات في سورة الشعراء لو تأملت فيها قليلا ستكتشف العجب العجاب. افتح كده معايا سورة الشعراء في الآية 77. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى على لسان النبي إبراهيم عليه السلام؟ قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. ماذا تلاحظ في هذه الآيات؟ أقسم بالله العظيم فيها معنى رهيب، ولكن اصبر قليلا حتى تفهم المعنى. هتلاحظ أن النبي إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يتكلم عن أفعال الله سبحانه وتعالى في الإنسان كالإطعام والسقيا اللي هو الرزق بين قوسين والشفاء، فمن حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هاتين الآيتين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين، أنه جعل هاتين الآيتين بين آيتين أخريتين. أما الآية الأولى الذي خلقني فهو يهدين، والآية الأخيرة والذي هو يميتني ثم يحيين، وجعل بين هاتين الآيتين الآية التي تتكلم عن الإطعام والسقيا اللي هو الرزق، والآية الأخرى التي تتكلم عن الشفاء. وهنا نسأل سؤال: لماذا كانت حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هاتين الآيتين بين الآية الأولى التي تتكلم عن الخلق والآية الأخيرة التي تتكلم عن الموت؟ بصراحة هنا معنى رهيب وحكمة كبيرة ورسالة مهمة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان يشكك في أن الشفاء والرزق بيد الله سبحانه وتعالى وحده. ونفهم من هذه الآيات أن لحظة بداية الإنسان في هذه الحياة هو يكون يوم أن خلقه الله سبحانه وتعالى، ولحظة فناؤه ونهايته في هذه الحياة أيضا تكون يوم وفاته. والفترة التي بين خلق الإنسان وبين وفاته فيها حياة كبيرة، فيها أرزاق وفيها أمراض وفيها شفاء. فالآيتين التي تتكلم عن الشفاء والرزق جاءت بين الآية التي تتكلم عن الخلق والآية الأخيرة التي تتكلم عن الموت، لأن الإنسان بطبيعته يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي يميته. بما أنك أيها الإنسان تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقك وهو الذي سيميتك، لماذا لا تؤمن أيضا أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق وأنه هو الشافي؟ وبما أنك أيها الإنسان تؤمن بأن أول أمرك هذا في هذه الدنيا من الله ونهاية أمرك أيضا في هذه الدنيا من الله، لماذا عندك شك في أن كل ما يحدث لك في هذه الدنيا أيضا من الله؟ لماذا إذن لا تتوكل عليه حق التوكل؟ ولو هتلاحظ شيء آخر، وهو أن معنى الرزق والشفاء جاءت مؤكدة بكلمة هو، بعكس قول الله سبحانه وتعالى في الآيتين الذي خلقني والذي يميتني، لم تأتي مؤكدة بكلمة هو. لماذا؟ لأن خلق الله سبحانه وتعالى لنا لا يحتاج لتأكيد منه سبحانه وتعالى، لأن الخلق قد تم بالفعل، ولأن حتى الكافر يعترف بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي سيميته، كما تحدث الله سبحانه وتعالى عن كفار قريش حينما قال: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن هم يعترفون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو المميت. لذلك هذا الموضوع موضوع محسوم. ولكن أين المشكلة؟ المشكلة تكمن في أن غالب الناس كما تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو المميت، للأسف يكون عندها بعض الشك وقلة اليقين في أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الشافي وهو وحده الرزاق. لذلك تجدهم متعبون مرهقون نفسيا، خائفون على فوات الرزق، وهم لا يعلمون أن الرزق مكتوب في السماء في اللوح المحفوظ، كما قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤكد على هذا المعنى. وليس معنى كلامي أن نجلس في بيوتنا دون عمل وننتظر رزق الله سبحانه وتعالى أن يأتينا، لا، ولكن نأخذ بالأسباب ونعمل دون أن نتعب قلوبنا ونخاف على فوات الرزق. فالجوارح تعمل والقلوب تتوكل. ولتأكيد معنى أن رزقك لا يمكن أن يأخذه غيرك، في حادثة حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أحد الصحابة وجد تمرة ملقاة على الأرض فأخذها ثم أكلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تأتها لأتتك. للأسف الشديد تجد بعض الناس يذهبون للمقابر يطلبون المدد والشفاء والرزق من الأموات، وبقلة يقينهم وثقتهم في الله أصبحوا يدعون الأموات من دون الله، وكأن صاحب القبر يملك من الأمر شيء أو يضر أو ينفع. وكل هذه الأفكار من تلبيس إبليس عليهم، لأنك تجد صاحب القبر نفسه قد مات بسبب مرض ما، ثم يذهبون إليه
لكي يشفي مريضهم، مع أن الله سبحانه وتعالى قد نهى في أكثر من موضع من القرآن عن هذا الموضوع، وقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال أيضا: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. والآن خلينا نقرأ الآيات مع بعض ونستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين.